طبيعي والمنطقي ان انت لما تيجي تدور على صفقة عشان تتعاقد معاها ما تروحش تدور في الخليج، لانك انت مش هتقدر تتفاوض مع لعيب بيلعب في اي دوري من الدوريات اللي موجودة في الخليج، لانه بياخد ارقام عالية جدا جدا. لكن اللي مش طبيعي بقى اللي انا بستغرب له انك تروح تشحت صفقة، وهو ده اللي حصل فعلا مع الوكر القطري ومع المهاجم الانجولي دالا. يعني هل من المنطقي والطبيعي والحاجة اللي العقل يقبلها والدم والمنطق وكل حاجة زي ما انت عايز تقول قول، انك انت تروح تقول لنادي او رئيس نادي الوكر القطري اديني اللاعب اعاره 6 شهور ببلاش؟ يعني هي يا جماعة انتوا مش واخدين بالكم ان الناس، يعني بغض النظر عن انتمائك نادي الزمالك، المفترض ان اعضاء مجلس الادارة اللي موجودين عارفين انه نادي كبير. يعني ما ينفعش ان انت تحط المجلس بتصرفه ده، تحط النادي وتحط من سمعته بالصورة اللي احنا عاملينها دي، عشان في النهاية تطلع وتقول انا رايح اشحت صفقة من الدوري القطري علشان انا مش لاقي، وبعدين تطلع تدور بمبررات يعني هزيلة وملهاش اي لازمة، تقول انا بدور على اللاعب اللي هيكون فري عشان انا ما اقدرش ادفع. خلاص ما تفوتش صفقات، لكن ما تشتغلش الناس بقى وكل شوية. ده النهارده كل يوم في الاخبار بتسمع الزمالك بيفاوض لا يقل عن 5 6 لعيبه اجانب. ما تفهمش يعني، وفي النهايه زي ما قلت لك كلها حاجات دعايه في الاعلام، واعتقد ان الزمالك مش هيجيب صفقات اجنبيه عليها العين، يرجع بقى سامسون احسن.